نشوف هذا المقطع اللي هو اتصال مع أحد الضباط وهو برتبة عميد، بغض النظر يعني مكان هذا العميد، ولكن هو رجل متنفذ وعلى اطلاع على أرض الواقع في دير الزور. أنا بدي بس المواطن السوري يرى بأم عينه كيف الفرق ما بين الجيش كيف يتعامل مع المواطن وما بين هؤلاء الإرهابيين طريق السنترال، والسنترال قدم هي الشخصية على أنها من الجهة الفلانية من الأمن السياسي. انتحال فطبعا الضابط وقت اللي وصلوا الخبر أنه التليفون من الأمن السياسي، كان متيقن أنه من الأمن السياسي، وإلا هو الخطأ وقع في عند السنترال وليس لأنه يعني بالمرات الماضية حضرتك عرضت الكثير من التسجيلات لم يستطع بها هؤلاء المنتحلون الشخصيات أن يخدعوا أو يخترقوا لا صف ضابط ولا ضابط في الجيش السوري. بتعرفي شو؟ انه هذه المكالمه انا ماني اخذها من اي مكان، انا اخذها من مكان فعلا ما موجود الا عندي، حتى هن اخفوها لانه كانت هي ضدهم تماما. انا مبسوط انه الناس تسمع وتشوف هي المكالمه اللي هي تعتبر سريه، ما حدا عم بيسمعها الا هذول المنافقين اللي اتصلوا وهذا الضابط. خلينا نشوف مشان الوقت. سلميه سلميه حتى الحريه، سلميه سلميه بصدورنا العاريه. أنا برأيي يسجلوها بغرفة خاصة أخي العربي. تحاولوا محاولة بغرفة خاصة تتصلوا فيهم وتقول له إني أنا فلان فلان، يعني شيء اسم عقيد ولا لواء، ويعني إني المهمة غيرنا المهمة وممكن أن ترجعوا إلى قواعدكم، بس ما نعرف مين المسؤول عنهم يعني. نعم مين معي؟ أنا العميد المقدم من الأمن السياسي معك. أهلا بيك خيي. كيف الأوضاع عندكم؟ والله الأوضاع ما بتسوى. خير؟ ما بتسوى، اقتحموا المسلحين فرع النجدي عنا. نعم. واختلفوا ديناميت وإطلاق نار والعناصر وزعت، ورئيس الفرع محاصر فوق السطح، هو سائقه فقط مع ظهره. نعم. على الواقع المدينة كلها الشوارع فيها حواجز وفيها مسلحين. من قبل مين؟ من هذول المتظاهرين المسلحين بالمدينة دير الزور. من الجهة الأمنية راح في ضحايا؟ لا، لحد الآن ما في ضحايا. قتلتوا منهم شيء؟ لحد الآن ما في. سيادة المقدم هن 300 مسلح، هذول متجمهرين من المساء، عرفت كيف؟ والصبح هاجموا وحدات وخمسة وأطلقوا النار وقاومناهم وهربوا. توزعوا بين السكان بين المواطنين، عرفت كيف؟ سقطوا منهم شيء؟ نعم؟ سقطوا شيء؟ قتلة؟ لا هربوا. هذول شلون بيضربوا وبيهربوا. هذول اللي عم يشاغبوا واللي عم ياكلوا هوا، هذول بالليل مغصبين بالليل، عرفت كيف؟ ونحن حريصين على الأطفال والنساء والأبرياء. لو كانوا عم يواجهونا وجها لوجه، نحن حماة الديار. فرع النجدي هلا اقتحموه، قلت لك ضربوا بالديناميت. اقتحموا مخفر النجدي بالديناميت. بس فرع النجدي اسمه فرع النجدي، نعم. بالديناميت والاطلاق النار، تبادلوا اطلاق النار العناصر هذول كثيرين، 300 واحد المسلحين. مسلح سلاح فردي؟ نعم، سلاح فردي وبواريد روسية وديناميت. رئيس الفرع فقط عقيد، هو وسايقه فوق سطح البناء، عرفت كيف؟ محاصرين. ما لا خلك يا سيادة العميد. قل لي خيي. إذا الأزمة نعم بدها تتحرك هيك وما راح دير الزور تهدى، نعم، جبل قاسيون والقيادة العامة سيضرب دير الزور بالطيران. أخي اسمع لا خلك لا يقلب دير الزور على بكرة أبيها. لا إذا بتريد، لأنه هون عفوا سيادة المقدم، لأن في أطفال وفي عائلات وفي بشر سكان ما مدنيين ما لهم علاقة معهم هذول. ما راح تكون إلا مبسوط يا حبيبي. سيادة العميد، تعرف متى نكون مبسوط؟ تفضل. لما بكون هالوطن بخير والشعب بخير والجيش بخير، عرفت كيف؟ وسوريا كلها بخير. والرئيس
والسيد الرئيس الله يخلي لنا اياه ويحفظه. احنا معلش اقول لك شغله، اذا في اخطاء او اذا في تراكمات بتصحح، نحن اهل بيت، نحن اسره وحده، نحن عيله وحده سوريين. انت اولادك اذا كان عندك زوجه واولاد، في اولادك ممكن يكون يخطئ، وممكن اخوك، ممكن اخي، وممكن جارك، بس ما بتتعالج الامور بالطريقه الخطا. الخطا لا يعالج بالخطا، الخطا بده صح يعالجه. صحيح الحكي ولا لا؟ عرفت كيف؟ هذول هن مخطبين بهالسبب، عم يستغلوا هالذريعه، والا لو مكشوفين بالنسبه لنا. عرفت كيف خي محمد؟ نعم يا اخي محمد، نعم نسجل بيت الشعر هذا وتوصله للسيد الرئيس حفظه الله. اعطيني اياه. بلادي وان جارت علي عزيزة، نعم. اهلي وان ظنوا علي كرام، بلادي وان جارت علي عزيزة. اخي محمد، نعم. ليتهم يصحوا، ليتهم يعلموا. اهلي وان ظنوا علي، بلادي وان جارت علي عزيزة، اهلي وان ظنوا علي كرام. نعم. الله وسوريا وبشار وبس، شاء من شاء وغصب عن انوف كل الاعداء. نحن امه من فجر التاريخ. نعم. نحن امه معروفه جذورها ومعروفه دمشق. نعم نعم نعم. نحن اهل، نحن اخوه، نحن رفقه. برافو يا رفيق، برافو، تمام يا رفيق. طيب، وصلت الرسالة؟ طيب طبعا هون نحن بدنا نحيي كل أفراد وعناصر الجيش والأمن والقوى الروح الوطنية العالية الموجودة عندهم. حاول أنه كثير يعني يأثر عليه، ما أثر، ولكن أنا بدي ألفت انتباه حضرتك، كنت تقول لي بأنهم حاولوا أن يخفوا هذا التسجيل لأنه يسجل ضدهم. يسجل بأخلاقيات الجيش وبأخلاقيات الشرطة السورية، فحاولوا بالتأكيد إخفاءه لأنه دليل ضدهم. حتى أنه في واحد انسحب من الغرفة كلها بسبب هذا التسجيل، يعني وقف وقال أنا ما كنت متوقع انه فعلا بالجيش في ناس. ارخص لنبعتهم من هونيك، لنبعتهم ويشتروا من عندكم. قد ايه البارودة هلا؟ والله يا استاذ سامي شكلك انت عم تحكي ب 500 600 دولار من 20 سنة، هلا احكي بال2000 وبال3. كل ما يكون الوضع مستنفذ كل ما كانت البارودة عم تغلى اكثر. بأول أسبوع الثورة من بعد ما رجعت أنا، من بعد ما رجعت
من السفرة زبطنا كذا صندوق كان $600. مظبوط يا قاسيون؟ صح ولا لا؟ ما هيك؟ هاي البارودة ما عدا الجعبي. من بعد شهر من الثورة، هلا هي حسب، هلا انا ما عم بحكي الا على الروسية العادية يا حرية وبس، انا ما عم بحكي على الكليشن أسامة المعروف القصير العادي، انا عم بحكي عن البارودة العادية هلا الروسية طبعا. 1400 1500. هلا في تقرير جاني عرض ب1600 مع جعبي، يعني مزودينها قال مع جعبي. بالشمال ما بعرف قد ايه هلا 1200 بالشمال. بالشمال 1200. ايه يا حرية وبس، يعني بنقدر نعطيهم العنوان ويروحوا لعندكم يشتروه. لا 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 دخيلك حلوا عني. ايوه فهمت. مطور عليك لتتأكد. اتأكد اذا مش الحال ب 1200 والله تمام. اذا 1200 منيح تمام. اذا 1200 نتصل فيهم ويروحوا ياخذوا شحنة. اتأكد.